بسم الله. أبويا الشيخ ياسين كان بيغسل بشر ومش بشر. كان بيقف في أوضة ريحتها موت، بس اللي جوه الأوضة حياة. علشان كده يوم ما شاف الراجل الأعور ده مجريش، ما صرخش، ما استغربش. كل اللي عمله اتوضى ومسك الفوطة ومشى وراه. الليلة أنا هحكي لك ليه الخطوة ديت غيرت حياتي أنا بعد ما هو مات. هحكي لك إزاي دين خير اتسدد بعد سنين، وإزاي مخلوق مش من عالمنا دخل شقتي في الضلمة واتكلم بصوته الغليظ. قال جملة واحدة كانت سبب نجاتي من اللي كان هيخلص عليا. احنا ما بننساش اللي يعمل فينا الخير أبدا. القصة ديت اللي كاتبها المبدع أحمد محمود الشرقاوي. يلا بينا بقى نحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سمعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. أبويا كان شيخ جامع ومغسل معروف، يمكن على مستوى المحافظة كلها، ويمكن علشان شغلانته ديت بقى من أزهد الزهاد في الدنيا. واحد شايف قدامه يوميا أموات رايحين ناحية قبورهم بعد ما كانوا أحياء من ساعات. علشان كده فهم الدنيا بدري وزهد في كل حاجة. يمكن علشان كده كان محبوب، أو علشان أكون دقيق معاكم، أبويا كان أكتر إنسان شفته محبوب من الناس في حياتي كلها. وكانوا بيتفائلوا بوجوده لما بيغسل الميت بتاعهم بسبب سمعته الحسنة اللي عالجت مواقف كتير قوي. وكانت كل حكاياته بيحكيها لي كنوع من أنواع العظة والتربية. بيحكي ويقول إنهم اتصلوا بيه قبل كده في جنازة بعد ما جابوا 3 مغسلين ورفضوا إنهم يغسلوا الميت بسبب الريحة البشعة اللي كانت خارجة منه. الشاب ده كان مات وهو والعياذ بالله كان بيشرب مخدرات، ربنا يبعد عننا. وشكل الجثة وقت الغسل كانت كأنها متحللة من أيام، لدرجة إن أبوه بس على إيدي علشان أتصرف. طلبت منهم وقتها يطلعوا 1000 جنيه صدقة بنية الفرج والتقرب لله، وطلبت من أمه تفرش المصلية وتدعيله لأن دعواتها بأمر الله هتكون مجابة. وبدأت أتعامل مع الجثة بمنتهى الحذر لحد ما ربنا وفقني وغسلتها. كنت بتعامل معاها وأطمنها وأقول لها إن هي رايحة لأرحم الراحمين، ويمكن ده اللي خلى الريحة تهدى والجنازة تتم بفضل الله. بس يمكن أغرب حاجة أبويا حكاها لي واعتبرتها خرافة هي الحكاية ديت. أبويا بيقول لي إنه كان في المسجد بيصلي ولقى راجل في آخر المسجد عمال يعيط بطريقة هستيرية. راح علشان يطمن عليه، بس اتفاجئ لما لقى الراجل أعور وجلده شاحب وشكله غريب. بس أبويا مهتمش واستفسر منه عن سبب بكائه. قال له إن ابنه مات في حرب من الحروب والموضوع ده صعب جدا في تغسيله. أبويا ما كانش فاهم يعني إيه حرب، يعني مات في دولة تانية يعني ولا إيه؟ بس رأفة بالراجل قال له إنه هيجي معاه ويغسله. الراجل كان هيطير من الفرحة، وقال لأبويا كلمة غريبة قوي. قال له إن الغسل هيكون مختلف لأننا مختلفين، بس كلنا في النهاية عباد الله وبنشهد بالوحدانية. وترعش أبويا غصب عنه لأنه فهم إنهم إخوانا من الجن. والراجل قال له إنه متاح يرجع دلوقتي، إنما لو بدأ الغسل مش هينفع يرجع أبدا. ورغم الخوف والتوتر الشديد أبويا راح معاه. كانوا في مكان شبه الغيط كده ورا جذع نخلة. شاف 12 راجل واقفين كلهم عينهم عورة، وفي المنتصف كان في جسم ضامر قوي وكاشش كأنه طفل صغير. أبويا استعان بالله وطلب مية دافية وبدأ يغسل الجثمان ويكفنه بعد ما استعان بالله واحتسب الأجر عند ربنا. بعد ما انتهى عرضوا عليه دهب وفلوس كتير قوي، بس أبويا رفض وقال إنه بيغسل لوجه الله، سواء كانوا من الإنس
أو من الجن. يومها اتقال له جملة غريبة قوي من الجن اللي كان معاه. قال له: احنا ما بننساش اللي بيعمل فينا الخير أبدا. كلها قصص افتكرتها يوم دفنة أبويا، اليوم اللي المركز كله اتشلت فيه حركة المرور بسبب كمية المشيعين، لدرجة إني شفت ناس بيبكوا أكتر مني حرفيا في جنازة أبويا. وحتى بعد الجنازة ناس كتير قالوا إنهم شافوا حاجات غريبة قوي في الجنازة، وناس قالوا إن إخواننا من الجن كانوا بيشيعوا معانا. بس سنة واحدة وبدأت أفوق لنفسي، عايز أتجوز وأعيش حياتي. وأبويا رغم زهده ساب لي علم وشقة، شقة علشان أتجوز فيها، وعلم أستنفع منه ويجيب لي فلوس كويسة. رحت قدمت في شركة كبيرة قوي، ومن تاني يوم قبلوني، رغم إن اللي كان مقدم معايا ناس أحسن مني بكتير، لدرجة إن يومها حسيت إن في حاجة بتسهل لي الموضوع علشان أشتغل وأبقى حاجة كويسة. وبعد شهرين من الوظيفة شفتها، البنت اللي غصب عنك قلبك بيدق ناحيتها بطريقة غير مفهومة، رغم إنها كانت متبرجة ومتعطرة ولبسها فاضح زي ما بيقولوا. بس القلب وما يريد بقى، ما احنا عارفين. انجذبنا لبعض واتكلمنا كتير، وفرحت قوي إنها من منطقة شعبية، رغم كل اللي عاملاه في نفسها ده، يعني مش هتتشرط كتير عليا. وعرضت عليها الجواز في النهاية. طبعا لو أبويا عايش ما كنتش اتجرأت وطلبتها، كان أبويا موتني وغسلني ودفني. بس دلوقتي أبويا مش موجود، وهي قالت إنها هتفكر. يومها رجعت الشقة وأنا طاير من الفرحة، ومسافة ما فتحت الباب لقيت السخان محروق وبيطلع دخان. كانت بشرة زي ما بيقولوا كده يعني. فصلت عنه الكهرباء وحمدت ربنا إنه مولعش في الشقة. وفي نص الليل شفت حلم غريب قوي. شفت إن باب الشقة بيخبط، ولما فتحت لقيتها. هي مين بقى؟ نرمين، البنت اللي عايز أتجوزها، بس كانت لابسة حاجة شفافة وجسمها كله واضح. لقيتها دخلت الشقة وهي مبسوطة وكانت بتقرب مني. كلمتها بتوتر إن ده هيكون بعد جوازنا، بس هي ضحكت ومهتمتش لكلامي، وقربت مني غصب عني وخبشتني في رقبتي، لدرجة إن صحيت مخضوض وقلبي بيدق وبيرتعش من اللي أنا شفته وأنا نايم. اعتبرته مجرد كابوس. وتاني يوم في الشغل جات لي الموافقة، وبقيت طاير من على الأرض طير. وخدت ميعاد مع أبوها آخر الأسبوع، بس وأنا رايح بنطلون البدلة اتقطع، العربية عطلت، كنت حاسس بهبوط ومش قادر أتحرك. حتى إن محفظتي وقعت وكان فيها فلوسي وبطاقتي، كل حاجة كانت بتقولي ما تروحش، ارجع. بس أنا غصب عني رحت بعد ما حاربت كل الظروف. وهناك اتفقنا على كل حاجة، وبالأخص على يوم الشبكة. وطلعنا تاني يوم للصاغة علشان نشتريها. ولما وصلنا بدأت تطلب بدلال إن فاتورة الدهب تكون باسمها هي مش باسمي أنا. وأنا قلت طالما هي مراتي إيه المشكلة؟ باسمها أي حاجة يعني، عادي مش فارقة. كتبنا الفاتورة وخطبتها، ورجعت البيت بعد خطوبة صغيرة في شقتهم وأنا طاير من الفرحة. بس كلها أيام، ولقيتها بدون أي مقدمات بتقولي إنها مش مرتاحة وعايزة تفسخ الخطوبة. طيب ليه؟ وإزاي؟ مفيش أي أسباب. طيب أنا جاي أخد الدهب، أبوها كلمني وقال لي إنك خدت دهب وإحنا ما خدناش منك حاجة. الدهب اللي حطيت فيه تحويشة سنين طويلة وكل فلوس أبويا بعد موته عاوزين ياخدوه بالبساطة ديت. رحت يومها مكانهم واتخانقت مع أبوها، بس كان جاهز وطلع ولد عمها وكانوا هيموتوني من الضرب، لولا إني لمحت حاجة غريبة، كأني في حاجة غير مرئية بتبعدهم عني. ورجعت شقتي مقهور ببكي زي العيال الصغيرين اللي حصل لهم حاجة أو اللي ضاع منهم حاجة، فلوس كتير وتعب وقهر كبير. ووسط عياطي ده كهربة الشقة كلها اتقطعت، وقدام عينيا في الضلمة شفت واحد أعور شكله مخيف جدا، كان غضبان وصوته ضخم. قال لي إنه حذرني مرة واتنين وتلاتة، وأنا اللي كبرت، وإني ما استحقش أكون ابن راجل كريم زي الشيخ ياسين. أنا أغبى وأجهل من إن أنال الشرف ده. الخوف وقتها لجمني إن أنطق بنص كلمة حتى. قال لي إني ما استحقش يتعمل علشاني حاجة تانية، بس لأجل الخير اللي عمل أبويا هيساعدني. وقدام عينيا
شفت مشهد عجيب. شفت فاتورة الدهب في إيده وقام حارقها وحط على الترابيزة فاتورة تانية واختفى في لحظة. جريت وأنا ملهوف على الفاتورة، لقيتها بكل مواصفات الدهب بس مكتوب عليها اسم أنا. جريت على الاسم، عملت محضر لاسترداد الشبكة، وبرضه الظابط اتعامل معايا باهتمام مبالغ فيه، وراح معايا شقة أهلها وهددهم يجيبوا الشبكة أو المحضر يروح للنيابة. وبالفعل قدرت أخد الدهب كله ورجعته وخدت فلوسي. يمكن بعد 5 سنين وبعد ما اتجوزت وخلفت مش هنسى الموقف ده. موقف علمني إن استحالة فعلا الخير يضيع هباء، حتى لو عملته في واحد كافر لازم هيتردلك في الدنيا، ولو ما حصلش هيتردلك في الآخرة. ربنا رحيم وأمرنا بالرحمة، أمرنا نقف مع بعض ونساعد بعض. اوعى في يوم ربنا يبعتك لحد علشان تساعده وتاخد الأجر وترفض حتى لو كان الشخص ده لا يستحق. انت بتعملها لوجه الله، وانا بفضل الله ثم عمل خير ابويا كان عمله حق رجعلي وحياتي كلها اتصلحت. بس فضلت وقت طويل عاوز افهم، هل الجن بيتغسل فعلا ولا لأ؟ ووصلت الحل واحد بس، ان الجن اللي ابويا غسله مات وهو متجسد في صورة بشر، لان غير كده ما كانش هيتغسل زينا. صدق اللي قال افعل الخير في اهله وغير اهله. وفي آخر كل اللي حصل، بعد الجن اللي أعور وبعد الشبكة اللي رجعت وبعد أبواب اتفتحت من غير سبب، فهمت حاجة واحدة بس، إن أبويا وهو بيمسح على جسد ميت ويقول اللهم اغفر له كان بيكتب لنفسي أنا مستقبل مليان ستر ومليان حماية ومليان خير بيرجع لي من حيث لا أحتسب. وفهمت كمان إن الخير مش بيضيع ولا بيتنسى ولا بيتمسح، حتى عند مخلوقات إحنا أصلا ما نعرفش عنهم غير اللي ربنا قاله. واللي اتاخد مني رجع، اللي اتظلمت بيه اترد، واللي كنت فاكره نهاية طلع بداية جديدة لحياتي كلها. بس الموقف اللي عمري ما هنساه هو ليلة ما الجن اللي أعور بصلي بنص عينه وقال نفس الجملة اللي قالها يوم غسل صاحبه: إحنا ما بننساش اللي يعمل فينا الخير أبدا. ومن ساعتها بقيت لما أعدي من جنب المغسلة أبص للباب وأتخيل أبويا واقف مبتسم، وكأني سامعه بيقول يا ابني افعل الخير في أهله وغير أهله، لأن ربنا هو اللي بيكتبه وهو اللي بيرجعه في الدنيا أو في الآخرة. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك والكومنت الجميل علشان نستمر. كان معكم عبد الله النسر من حكاوي النسر، ولو عجبتكم الحكاية استنوا الجاي، لأن اللي جاي مرعب أكتر بكتير. تصبحوا على خير.